لو انت هتشتري عقار ومالك العقار هيعمل لك توكيل بالتصرف للنفس والغير، هل يشترط ان انت تبقى موجود معاه في الشهر العقاري في لحظة عمل التوكيل؟ الإجابة طبعا لا. ليه الإجابة لا؟ التوكيل بالتصرف للنفس والغير لا يحتاج إلا صورة بطاقة الرقم القومي للشخص اللي هو هيتعمل له التوكيل، وصورة بطاقة الرقم القومي للوكيل اللي هو هيعمل التوكيل. يعني صورة بطاقة البايع وصورة بطاقة المشتري، على أن يكون الشخص البايع موجود بشخصه. يعني الشخص البايع لازم يكون موجود. أما بالنسبة للمشتري فمش لازم يكون موجود خالص لحظة عمل التوكيل، بل يكتفي بوجود البائع. وفي الحالة دي طبعا البائع بيكون معاه صورة بطاقة المشتري وصورة بطاقته واحداثيات الشقه، بحيث يقول الشقه دي يحطها من الشرق كذا، من الغرب كذا، من الجنوب كذا، من الشمال كذا، وكل اللي هيحتاجه ان هو الاوراق اللي انا قلت لحضراتكم عليها. وبعد كده هيخلص التوكيل بتاعه، يختم التوكيل بختم النسر من الموظف المختص في الشهر العقاري، وبعد كده ياخد التوكيل بتاعه ويسلمه للمشتري، وكده هيكون خلص التوكيل. فولو ولايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.